انتوا مع بيت العز مع نجوى إبراهيم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. اهلا 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 اهلا. ازاي الصحة؟ سلامات، منورين والله، مونسين كمان. عاملين ايه؟ في حكم كتيرة جدا انا جايبها لكم عن الوقت، بس من الحاجات اللذيذة في مثل انجليزي بيقول لك اذا لم تحاول في شبابك فمتى ستحاول؟ which is true. هتحاول امتى ان شاء الله؟ والله. معايا دلوقتي الكاتبة الصحفية والأديبة الجميلة دكتورة رشا سمير، وطبيبة الأسنان. بص أسناني زي الفل يا ماما. انت أي حاجة فيكي حلوة. كل حاجة فيكي حلوة. دكتورة رشا، انت ست جميلة وما بسيبلكيش أي مقال تكتبيه أو أي حاجة تقعدي تطلعي دماغك الجميلة. ربنا يخليك. في حاجات لما بتقريها بتنور عندك، الواحد يتنور بيها أو يفهمها، او تبص تلاقيه كان ماشي كده، تبص تلاقيه جاي يمين شويه. يعني في الناس لما تقرا لهم بيدولك الطاقه الايجابيه الجميله. انت منهم والله. يعني ده كلام مش عارفه اقول عليه ايه. ده الشهاده دي تكتبيها لي بعد اذنك عشان اعلقها وراها على الحيطه دي ارجوكي. لا بجد والله انا سعيده جدا. ايه قدامي ست جميله ربنا يخليكي، حلوه ولابسه نبيتي وشعرها اللي هو ايه، لونه الشوكولاته، لا مش الشوكولاته الفاتح، مش اصفر بس لون، كلها على بعضها جميله. ربنا يخليكي والله. ده انا مبسوطه جدا جدا ان انا معاكي النهارده بجد يعني، وجايه متحمسه للحلقه جدا. انا فرحانه ان انا قابلتك النهارده، لان انا ما بسيبلكيش كلمه بتكتبيها. ربنا يخليكي، ده شرف ليا. وانا اشكرك جدا جدا جدا، وبشكرك بقى وهي داخله عشان تبقوا عارفين يعني. ايوه جايبه لي هديه. والله رشوه قول. لا لا هديه، جايبه لك احدث كتاب هي كاتباه. وبعدين انا عشان ببقى زي اليابانيين يحبوا قوي يفتحوا الهديه قدام الهادي، فانا فتحتها وفريت فيها كده، وبعد كده اوعدك اخلصها بقى. ادعي لي بس اخلص الاول المسلسل وبعدين اقراها واكلمك. والله لازم اقول لك اني مهتمه جدا اعرف رايك بجد، لان انت يعني واحده من الناس الاعلاميات الجمال، ويعني عارفه رائحه الزمن الجميل زي ما بيقولوا كده. لا يعني ريحه الياسمين والتيوليب. بس انا رايك احب اعرف. من الاعلاميه دي، كلمه اعلاميه هي اصلا بقت يعني فيها شيء من المهنه السبه. لا مش سبه يعني، في ناس بيشتغلوا فيها واسمهم اعلاميين واعلاميات وهم مبسوطين كده. انا ما بنبسطش، ما بحبش حد يقول اعلام. انا مذيعه زي انت، طبيبه اسنان يعني متخصصه في ده، انت كاتبه، انت روائيه، لكن بتاع كله ده ما بعرفوش. ما هو ده بقى زي لقب كده، محلل استراتيجي وخبير سياسي. في اي حد بيطلع بيقولوا عليه خبير سياسي. خبير. مش عارفين ازاي يعني، اللي هو خد ايه واخد شهاده ايه. بس حلو يعني. سيبي الناس تاكل عيش يا ماما نجوى. ياكلوا عيش، بس انا زعلانه على المهنه الحقيقه. انقرضت يعني كنا لسه بنتكلم، بقول لك يعني برنامجك بتاع زمان بتاع بقدس اللي اتعلم منه اجيال، ليه ما يتعملش حاجه زي كده؟ فيعني انت قلتي لي لا دلوقتي يا نهار ابيض. دلوقتي يتعمل بفيرجن موجه لعقول اطفال النهارده. الاطفال دول بقوا ده برنامج علم اجيال بقى عيب. يعني اقول لك اعمل قناه تعمل برنامج للطفل ليه يعني؟ لا قدر الله تعلمه وبتاع، ما صحش يعني طبعا. تبقى فضيحه في الفضائيه. يعني ازاي هم لازم يبقوا يعملوا حاجات سياسيه وضرب وشتيمه وحاجات من سيبنا من الحاجات دي. بلاش، خلينا مالناش دعوه بالناس. صحيح انقرضت، داعي الخلق للخالق. انا عايزه اسالك على حاجات كده مهمه قوي. انت زي ما انا قلت كاتبه، اديبه، طبيبه اسنان، ازاي بتنظمي الوقت؟ وانت سمعت ان احنا النهارده بنتكلم في الوقت، وبعدين عايزين نعرف البيضه ولا الفرخه. يعني كتير قوي احنا لغايه دلوقتي مش عارفين. لا على فكره هو يعني اخر نظريات اتعملت واخر احصائيات اتعملت قالت ان الفرخه الاول علميا، على فكره علميا، لان صح. يا سلام. شفتي انا قلت الجايزه بتاعتك بعد البرنامج يا لا خلاص انا خدت الكتاب ده. جميل جميل. فالفرخه فعلا دي نظريه علميه اتعملت في جامعه لندن، وقالوا فيها ان فعلا الفرخه الاول، لان البيضه فيها نوع من البروتين ما ينفعش تخلي البيضه تكبر. الفرخه موجود في الرحم بتاعها نوع من البروتين بيخلي البيضه تكبر وهي بس موجوده في رحم الفرخه، فما ينفعش البيضه تبقى الاول، لان لازم تاخد البروتين ده من الفرخه الاول. فطلع خلاص هم جاوبوا على السؤال يعني الناس، بدل ما احنا قاعدين واحنا محيرين نفسنا بقى. زي الاطفال لازم يبقوا في بطن امهم
مفيش طفل وقع من على الشجره يعني. بالظبط كده، يعني في مشيمه وفي ناس. فخلاص احنا عرفنا انه فرخه. خلينا كده للسؤال الصعب اللي بقالنا 20 سنه بنسال فيه ده. احنا خلصنا النهارده في قعده وكلمتين وخلاص. اوكي، انبسطوا بقى. هي الفرخه الاول. طيب الوقت، انت ازاي بتنظمي وقتك؟ على فكره يعني معلش بعد اذنك، مصطفى الامام بيقول انتوا لغيتوا البث الفضائي ولا ايه؟ ها ها ها. لا ما لغوهوش، هم حاطين بدلنا اغاني. انا مش هطلع. انا مش طالعه مضربه يعني. لا انا مش مضربه. لا انا ماليش في الاضراب والحاجات دي، بس انا بطلع بس. انا فرحانه بتجربتي الاذاعيه، وهي تجربه جميله وناجحه بجد يا رب. الحمد لله الحمد لله. طيب ازاي بتعملي ايه بقى؟ هل انت سمعتيني وانا بقول هاتوا نوتة صغنططه كده واكتبوا فيها انت بتعملي ايه في الحاجات دي؟ انت عارفه ان انا فعلا بعمل كده؟ بس انا وسمعتك وانت بتقولي الناس هتقول دي قديمه قوي. طب انا حسيت اني قديمه قوي، وانا كمان الظاهر قديمه قوي. لان انا بعمل كده فعلا لحد دلوقتي. لان لو ما عملتش كده وكتبت مواعيدي وبكتب الصبح اول ما اصحى الصبح عايزه اعمل ايه النهارده 10 نقط كده، اشوف انا اخر الليل عملت منهم انا عملت ايه وايه وايه. وعلى فكره دي تجربه معموله في كل دول العالم، ان الواحد يبقى حاطط اولويات في حياته. ودي على فكره حاجه بتسمى نظريه ال20/80. عملها واحد ايطالي اسمه بوريتوس، واسمها نظريه بوريتوس. واحد كان عايش في القرن ال19، قال ان كل حاجه في الدنيا ماشيه بفكره ال20/80. يعني ان انت تقولي ان مثلا المصلحه 80% من اي مصلحه مثلا حكوميه، الشغل اللي بتقضي فيها بيقوم بيه 20% موظفين. ان انت في 80% من وقتك بتلبسي 20% بس من اللبس اللي عندك. فقال ان الحياه بتمشي بنفس النظريه، نظريه ال20/80. ان انت المفروض ان انت تعملي يعني زي خطه. اولا بنقول عليها خطه للاولويات بعيده المدى ومتوسطه المدى وقصيره المدى. بعيده المدى يعني اقول ان انا في خلال ال5 سنين دول هحقق 5 حاجات ودول التارجت بتاعي. في خلال ال8 سنين دول هحقق لا مش متقاعسه 50%. لا طب 6 كام 40 عشان لا خاطرك. لا انا هشيل 10 متقاعسه. لا اديني مثلا اللي هو العادي عشان مطرح اللي فات، لان في الناس تحت ايدهم المرؤوسين كلهم لسه لازم اعاده الهيكله، الكلمه الموضه انه لسه في يعني تقولي مثلا 30% تقاعس مش منهم. في خط تاني وثالث ورابع تحت تعبانين جدا. انا كنت ليا تجربه في الاداره، لقيت ان كله عاوز يروح الحكومه، مش عاوز يشتغل حاجه تانية. الميري لان الحكومه مريحه مأكله مشربه عامله له مساج عامله له كل حاجه، ويجي الصبح يمدوا لبعض ويطلعوا يجروا. صح، ما هو دي مشكله شعب بقى اذا ما بقتش مشكله حكومه. وانت قلتي الكلام ده على فكره في اول برنامج. لا خالص. الناس مش عايزه تتغير، والناس بعد ثورتين مش عايزه تتغير. هي البيضه ولا الفرخه؟ والمنظومه ما احنا اكتشفنا ان هي الفرخه اللي احنا. طبعا هي مشكله على فكره. البلد يعني انا بقول احنا بعد ثورتين اكتشفنا ان المشكله مشكله شعب، مش مشكله لا رئيس ولا حكومه الحقيقه يعني. ايوه قولي لي بقى كده، ريحيني شويه. لا ما دي الحقيقه، انا هسمعك. يعني انا بقول انا عندي نظريه، او انا مقتنعه، عندي قناعه الحقيقه، ويمكن ده اللي بكتبه في المقالات، ان انت النهارده قادره تخضعي المنظومه كلها لقانون. يعني في الاول بيقول لك العاده حتى تتحول الى عباده. زي طبعا. ما بتقولي لابنك قوم صلي مره 2 3، هيصلي مره ويفوت 10، وبعدين تدريجيا هتتحول دي العاده فيبتدي يصلي مظبوط. اللي بيخلي المصري يطلع اي دوله عربيه بره ويمشي زي الالف وما يكسرش اشاره وما يمشيش على يعمل 5 على الرصيف زي ما قلتي على الخط، مش معقول. لانه في قانون، لانه عارف انه لو اتعمل كده مفيش بقى هيكمل يكلم تليفون ويقول له الباشا قريبي ومش عارف ايه، لا مش هيحصل الكلام ده. فهو عارف انه هيطبق القانون. السكه دي احنا رايحين، لازم السكه دي لازم تطبق وفورا. بس هيحصل صدام، لان احنا الناس مش واخده على كده، لان في منظومه فساد غير عاديه. كل واحد حاطط ايده في جيب اللي جنبه وبيسترزق. يعني انا مش بس الفساد المالي، يعني في حاجات الاخلاقي. ما هو الفساد الاخلاقي يعتبر الطباع كمان. الطباع المصريين بقت صعبه شويه. والله عليك، انا كنت في مجمع التحرير من يومين يعني بعمل شهاده لبنتي كده، رعب والله. قلت عادل امام يعني بجد برافو شابوه، يعني الارهاب والكباب فعلا. والكلام ده من امتى؟ عمل الفيلم ده من امتى؟ لحد يومنا هذا المنظومه دي ما اتغيرتش، ولحد يومنا هذا بتقف في طابور والناس بتتخانق وطبعا راح بواسطه عشان يعني ابقى صريحه يعني معاكي، يعني راح لحد يعرفني عشان راح لحد. انما لو رحتي وقفتي في الطابور شوفي منظر الناس والطريقه اللي الموظفين بيعاملوا بيهم الناس. هي دي اللي لازم برضه نتكلم فيها. يعني ممكن يعني في امل يا دكتوره؟
ان شاء الله كله يعني ماشي. المريض هيعيش يعني والام قالوا احنا بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا، انت عارفه. طب ايه رايك اخدك في ايدي كده واخدك معايا نطلع فاصل معاكي وناخد يلا. الاسانسير نطلع فاصل. اهلا 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 بيكم، اهلا بيكم كلكم في بيت العز. اهلا بيكي معايا يا دكتوره رشا. اهلا بك يا ماما نجوى، جميلة. جميله. شفت طلعنا في نفس واحد. ها فعلا دكتوره رشا ست جميله، وكان عندنا ما شاء الله فاصل اعلاني تخين شويه. يبقوا اعملوا رجيم الله يخليك يا هيثم. ها احنا عملنا فيه احنا كلمنا عملنا فيه برنامج لوحدنا. عملنا بالظبط. يا ريتكم كنتوا انتوا معانا على العموم، ما تقلقوش. كنت عايزه اسالك يعني يقول لك مفهوم الرجوله إن مختلف عند ناس يعني، او عند بلد عن بلد. يعني انا عن رايي مثلا او بلاش انا رايي، اي حد في ناس كتير قوي تقول لك الراجل تاخدي رجولته من لسانه، كلمته، وقته، ميعاده يعني. هل ده حقيقي ولا ممكن في حاجه تانية؟ انت بتفكريني بكتاب بعمله طبعه قريب اسمه يعني ايه راجل. فالكتاب ده عمل مشاكل جامده عشان عنوانه وعمل ضجه، وان شاء الله هنزله طبعا جديد قريب يعني. طب ما تقولي لي يعني ايه راجل؟ ما هو انا بعد ما عملت الكتاب ما عرفتش برضه. كنت فاهمه ان انا هخلص واعرف بقى. يا شيخه طب وبعدين؟ هو كان كتاب عن فكره الرجوله او فكره الشباب اللي هم دايما يتكلم يقول انا راجل، بس هو مش فاهم يعني ايه راجل، لان الرجوله ما هياش مكتوبه في البطاقه ولا في شهاده الميلاد. مش عارفه؟ لا انا عارفه طبعا. الرجوله واحد لازم يبقى طبعا قد كلمته زي ما انت بتقولي، يحترم ميعاده، يحترم الست اللي متجوزها او خطيبها او وات يحترم الناس اللي معاه في الشغل، يبقى يعني راجل بمعنى الراجل اللي هو بتاع زمان ده، اللي هو احنا بنشوفهم في الافلام دلوقتي. الراجل اللي هو يحترم كل حاجه، الراجل اللي هو سبورت للست، اللي هو الشكل ده في القطر وبتاع. هو شكري سرحان ببوني تيل. يا ساتر يا رب. ما هو ده اللي انا كاتباه على فكره في الكتاب. انا بتكلم عن انا ما الجيل ده. قريتوش، انا هروح اجيبه. لا ده انا هجيبه لك لما ان شاء الله راجل. طبعا جديده تنزل بقى. فيعني انا بتكلم عن فكره الشباب دول، الشباب اللي هو بوني تيل وبنطلون ساقط، وانا كانت مستوقفاني الفكره دي جدا، والكتاب ده نزل قبل الثوره على طول. فالناس قعدوا يقولوا لي ما هو ده الشباب اللي عمل الثوره. قلت لهم طب هو يمنع ان الشباب اللي عمل الثوره يعني يرفع البنطلون ويحلق شعره؟ الحقيقه مش شايفه يعني. والرجوله ما هياش مجرد شباب. لا خالص خالص، انا مع الرجاله للنهايه. لا ان احنا مع البنطلون الساقط والبوني تيل والشعر. انا بس ساعات بشوف ازاي ده ما بيسرحش. انا مش عارفه. ودلوقتي موضه الشعر الكمبوش ده اللي هو الكبير ده مش عارفه يعني. وبعدين ساعات اقول مثلا لبناتي ده هو عامل كده ليه في شعره؟ يقولوا لي يا مامي عادي يعني. ده ما بيلوش صيانه ده؟ لا يعني ممكن يكون في حشره يعني ده اكيد هيلم بلاوي، بس يعني ده الواحد بيعمل شويه كريباج في راسه تبص تلاقي دخلت ناموسه جوه مش هتعرف تخرج. ضلت الطريق جوه ناموسه. فطبعا الرجوله موقف يعني. دايما اقول الراجل هو الراجل يعني. لا مش يعني ممكن وعلى فكره اهو انا سرسبتها في الكلام وقالت لي انه في الاخر لا يعني. وعلى فكره الغريب ان اللوك هو احيانا الواحد بيقابل واحد بيكون عامل كده، ولكن هو تصرفاته تصرفات راجل، لان هو الراجل لازم يكون حقيقه قد كلمته، قد ميعاده، قد موقفه، قادر يتحمل مسؤوليه بيته ومسؤوليه ولاده. انما احنا بنشوف دلوقتي ده، احنا عندنا في مصر واحد يعني دايما لما يجي يديكي ميعاد يقول لك الظهريه كده يعني، يعدي عليك الظهريه او بعد العشاء بقى. بعد العشاء ده يعني من العشاء للفجر ان شاء الله، فقاعدين مستنيين وكده مطاط كده. احنا عشان ده بقى قيمه الوقت، مفيش بقى يعني الوقت عندنا مرحرح كده. الظهريه ده اللي هو لحد ما الشمس تغيب يعني، وبعد العشاء ده لحد الفجر ان شاء الله. هل انت مره قطعتي علاقه بشخص او بعمل او بجهه ما من كتر الموضوع بتاع الظهريه او بعد الظهريه او يعني المواعيد؟ كان في واحده صاحبتي دايما لما تدي ميعاد تيجي بعديه بساعه، فاحنا كلنا عرفنا، فلما كنا ناخد منها ميعاد 4 نروح 5 كلنا، فهي لسه جايه فخلاص يعني ظبطنا معاها على كده. بس ما قدرناش نقطع علاقتنا بيها يعني. ما ينفعش. وعلى فكره انا يمكن كانت انا لما كنت يعني قبل ما بتبقى مشغولياتي كتير بقى وكتابه واسنان وكتب وجورنال، كنت مظبوطه في الوقت اكتر من كده يعني. كانت المواعيد بتاعتي اظبط عليها، بعترف ان انت ساعات الحقيقه يعني كتير قبل كده كانت بظبط على مواعيدي الساعه يعني. دلوقتي بقت لازم اروح مفوته شويه. الحاجه الوحيده اللي هبقى مواظبه ان اروح فيها ميعاد العياده، لاني بقول ده عيان، فالعيان ما ينفعش يروح يقعد يستنى. انا بشوف بقى انت اللي بتستنيه، لان انا بشوف المر الحقيقه في موضوع عيادات الدكاتره ده. تقعدي قاعده بقى مستنيه الدكتور عبال ما يخلص المستشفى ويخلص الحالات ويخلص الجيم وبتاع. موضوع خلص الجيم ده مهم قوي. انت عارفه انا باجي هنا انا بطلع 3. انا بقابلكم الساعه كام يا شباب؟ 3 مش كده، من 3 ل 5. بص هيثم بيهز لي راسه. ايوه الساعه 3. انا باجي الساعه 12
قصدي يعني 12 ونص. عارفه بتيجي 12 الساعه 3 لحد الساعه 3. ولما اتاخر قوي بقى تبقى الساعه 1 يعني قبلها بساعتين، ببقى حاسه ان انا ضميري ده حاجه هتخرج من عيني ومن وداني وحد بيضربني بالشاكوش على راسي. مش بقول لك زمن الحلم الجميل ما عادش فيه كده خلاص، ده خلاص. لا بس لازم يعني بشوف ناس ان هي، وده من زمن الجميل اللي بنقول عليه احنا، ان تبص تلاقي جايه تنهج على الهوا تلقف كده. ليه ما اجيش بدري؟ واذا كان في ايدي ان انا اجي بدري شويه عشان ارتاح. وبعدين عندي حاجه عايزه اتناقش فيها معاكي، اللي احنا بنتناقش فيها كنا في الفاصل، اللي هي الحاجه حلوه ولا وحشه والزمن الجميل احنا في زمن جميل برضه، بس هو شكله مختلف. شكله اغمق شويه يمكن لا مش اغمق، هو شكله مختلف. يعني لما تيجي تقولي شجره، الشجر في شجر حلو بس هو كلهم شجر، بس بيطلع ترند كده شجر غريب ما تقدريش ان انت يعني. بس كتر شويه الشجر الغريب ولا انا بتهيألي؟ والورد برضو يعني احنا اختلفنا. بس هي زي ما بتقولي دلوقتي بترد. انا دايما بشوف بدور بدعبس، ممكن احيانا بتبقى كاني بدور على ابره في قماش، ادور على اي حاجه مبهجه. هو ده سر جمالك على فكره يا ماما، لان انا كل اصحابي قالوا لي لما كتبت على الفيسبوك اني هطلع معاكي، قالوا لي من فضلك اساليها هي سر جمالها ايه. فانا عرفت كده يا جماعه، هقول لكم مروح. صحيح. ان انت متفائله وانك باصه للحاجه بعين يعني راضيه كده وجميله. اي حاجه ممكن تتصلح. ايه بقى البلاوي اللي هي الابتلاءات؟ ربنا يا رب يبقى كريم معانا، ما يوريناش يوم وحش في اي حد طبعا نحبه. يعني كانت امي تدعي لي تقول لي ربنا ما ينيمك مخضوضه على غالي. جميله. شوفي ازاي الدعوه حلوه. الناس دلوقتي كل حاجه دكتوره رشا مش عاجباهم، حتى الباميه. لا تخيلي بقى احنا والفضائيات باميه والاعلاميين باميه كلهم بيتكلموا على الباميه. مش عارفه في ايه يعني يطلع الحاجه. ما هي المشكله ان احنا عندنا الحاجه بتطلع هوجه كده، تلاقي الناس كلها ماسكه في بعض وبعد شويه يطلع حاجه تانية فينسوا دي ويخشوا. وقبل كده طب ليه ما ينفعش ان انا اطلع اقول يا جماعه ما تاكلوش باميه خلاص؟ وعلى فكره هو ده الصح. هو ايه صح. الناس لو قطعت على فكره الكلام ده، هو وزير التموين، اصل هو اللي مش عارفه محلم، اصل هو ليه في مرحله كده من مراحل مصر. انا فاكره انا غاويه تاريخ جدا، كنت قريت ان مش عارف كيلو اللحمه كان وصل 18 جنيه او حاجه زي كده، فالناس تذمرت بشكل فظيع، فعملوا مقاطعه كل ستات الزمالك بالتحديد. قرروا يقطعوا اللحمه بالزبط. فلما قطعوها السعر نزل. انما احنا بقى يعني قررنا ناكل باميه دلوقتي بقى. قررنا باميه دلوقتي. وبعدين تخيلي بقى احفادي يقعدوا بقى يقولوا لاولادهم بعد كده تخيلوا احنا كيلو باميه ايامنا كان ب 40 جنيه، شوف الدنيا كانت رخيصه ازاي. فيقول لهم كان ساعتها هيبقى مثلا ب 1500 يعني باكو. عندك حق. فهو اهم حاجه الواحد يشوف الدنيا حلوه. بس هو انا دايما اقول التعليم مهم جدا الحقيقه. احنا محتاجين نعلم الاجيال الجايه عشان هو التعليم هو السبب. انا عندي اعتقاد ان سبب نهضه اي بلد واي تجربه اتعملت في ماليزيا في اي حته اتعملت كانت تجربه التعليم، تجربه هامه جدا. احنا عندنا يعني المصريين كلهم اميين. لا انا يعني للاسف التعليم ده برضه هو ده اللي هيطلع حد. لا خريجين جامعه اميين دي تفرق كتير جدا. ده خريج الجامعه امي النهارده، ده في ناس انت يعني يبقى خريج جامعه ويقول لك اصل هو مين طلعت حرب ده؟ مين سعد زغلول او مين نجيب محفوظ؟ يعني في دي مش اميه، دي انيل من اصل انا ما عاشرتوش يعني ما عاصرتوش ازاي. طب ما عاصرتوش اوكي، ما عاصرتوش اوكي، انما ما درستوش ومش عايزين يتعلموا. انت عندك انا يعني عشت في امريكا سنتين. الامريكان ما بيكون مش كلهم بيخشوا جامعه ومش كلهم عندهم تطلعات انهم يخشوا جامعه، كله اغلبهم بيكتفوا بالدراسه الثانوي. لكن مثقفين احسن من اي خريج جامعه هنا، لانه بيقعد في الاندر جراوند يفتح كتاب ويقرا. في يعني حاجه من حاجات التنميه الذاتيه المهمه جدا اللي بدات تنتشر في مصر، موضوع البوك كلابز ده ما كانش موجود قبل كده، وانا حضرته بعد ما نزلت رواياتي الحقيقه. ان مجموعه ناس يقعدوا يتفقوا على قرايه كتاب ويقعدوا في اخر الشهر يناقشوه. اهو دي حاجه مش محتاجه حكومه، دي حاجه محتاجه تنميه ذاتيه. انا صاحباتها بيقعدوا كده كل شهر يقروا كتاب. انا حضرت بوك كلابز من كتير جدا وحاجه محترمه جدا الحقيقه. يعني وغيرتي في نفسك من غير ما نستنى حكومه. فطبعا التعليم مهم جدا انك تعلمي جيل جديد. التعليم الصح
التعليم الصح، الثقافه، انك تثقفي جيل، تعرفيه حقوقه وتعلميه واجباته قبل حقوقه، عشان ما ينزلش يقعد يقول الشعب يريد وهو مش عارف انت يعني انت عايز ايه، ولا انت عملت ايه بقى للبلد اللي انت نزلت قعدت تنادي بثوره ودخلت نمت. يعني الحقيقه حاجه مؤسفه جدا يعني. فمهم جدا ان انا اخلق جيل جديد يقدر يعني يتفادى اخطاء الاجيال القديمه ويبقى جيل احسن شويه، عشان ما نشوفش موضوع الباميه في الاعلام والصحافه والفن يعني وفي كل حاجه حقيقه يعني ونقعد بقى طول عمرنا نتفرج على افلام ابيض واسود والافلام القديمه بتاعت السبعينات ونقول يا فين الايام الحلوه دي. احلى حاجه انك تتفرجي على فيلم قديم ابيض واسود قبل ما تنامي. ما انا بطلت التوك شوز دي اللي توك شوز ماس كام تتفرجي على ماس كام 42 واسعه شويه. لا ده في دلوقتي توك شوز 46 قد كده رحرحه. طيب يعني برضه عايز اعرف ان يقول لك ايه، انت بتصري على النجاح لكن ما عندكيش وقت، طب هتنجحي ازاي؟ هتجيبي له وقت ازاي؟ لا هو انت عندك الوقت بس مش عارف تنظم الوقت، مش عارف تعمل اولويه. تقدر اولا تحدد اولوياتك، مهم جدا ان كل انسان يحدد اولوياته. والله انا عندي ده اهم من ده، هحط ده في الخطه القريبه وده في الخطه البعيده. ان انا احاول مره واثنين وثلاثه ان انا ادفع ولادي ان هم يبقى عندهم اولويات. يعني مثلا في ناس تقول لك بينزلوا يتدرب مره ومش عايز يروح التمرين، مش مهم. لا انا لازم اعمل له يعني وقت معين ينزل فيه فيلتزم فيه، فيبقى دي اولويات. النجاح محتاج مثابره. هو بيل جيتس وستيف جوبز والناس دي نجحت من فراغ، وعلى فكره ما نجحتش بالتعليم، مش كلهم متعلمين يعني يونيفرسيتيز وبتاع، ده في منهم هاي سكولز. عباس العقاد كان ساقط ابتدائيه، مش يعني مش عيب، يعني مش عيب، مش مساله تعليم المدرسه ولكن مدرسه تعليم الاخلاق، مدرسه تعليم القيم المثل. ان انا اغير في ولادي ازاي الام تقدر تغير في منظومه بيتها كله، مش برضو تقعد بس تتخانق هي والاب وخلاص. وبعدين يجوا هنا يقعدوا معانا في بيت العز ماشيين بالثانيه عايز ايه دلوقتي يا هيثم؟ كان هيثم هيدينا اغنيه عشان اتكلمنا زياده، رجع في كلامه. رجع في كلامه، قال لك فاصل اعلامي، فاصل ونعود، فاصل اعلامي. وخصمينك يا هيثم. هتعمل ايه دلوقتي معانا؟ هيثم منورين ومونسين المنطقه كلها. ارد بس على شويه اس ام اس. دكتوره رشا عندي ابو المعالي صديق البرنامج بيقول انت منوره الدنيا، وانت يا ابو المعالي منور الدنيا كلها. لمياء حسام بتقول لي كلامك ممزجني، كلامك ممزجني. زي واحد ياكل شوكولاته كده. يا سلام، ميرسي حبيبتي، اشكرك جدا. 3 اصفار 6 في الاخر. وحشيني قوي يا ماما نجوى. دي اميره بتقول لي صوتك بيفكرني بطفولتي. يا ترى عندك كام سنه بس عشان ابقى عارفه؟ مش معنى ان انا ابقى بستكي قوي وبعدين اتنكد انا بقى. احلى سلام للاستاذه نجوى ابراهيم، اول مره اسمع البرنامج الجميل ده. محمود من سوهاج، وان شاء الله في تقدم ونجاح يا رب. اشكرك جدا جدا يا محمود، تحياتي لكل سوهاج، كل السوهاجيه. والله. ماما نجوى يا مدرسه فن ولعب وهندسه سوهاج. لا انا لو اقعد اقرا كده الشباب دول مش معقول. انا بحبكم قوي، بحبكم قد كده، بحبكم جدا جدا. ربنا يوفقكم ويخليكم وتبقوا محترمين وكبار وتكبروا وربنا يسعدكم. دكتوره رشا قولي لي بقى، احنا عرفنا الفرخه ولا البيضه؟ طلعت الفرخه. اوكي خلاص. تعالي نشوف بقى نستنى الحل منين؟ من الحكومه ولا الرئيس ولا فرافيرو ولا السوبرمان ولا البطل المنقذ؟ احنا فين من انا بقول احنا نستورد شعب بقى. يعني نجيب من الصين، لان الصين كويسين يعني. نستورد شعب. ايوه طبعا الحكومه زي ما قلنا عليها عامل، لكن الناس عليها عامل. انا شايفه يعني والله يعني دايما لما بسمع خطابات الرئيس بقول يعني يعمل ايه؟ طب يستورد. انا شايفه ده حل كويس قوي. حتى قلت ده كويس. ما هو ما فيش حل تاني كده الحقيقه، ان كل واحد قاعد راكن على اللي جنبه يمكن يعمل حاجه يعني. فطبعا الحكومه عليها عامل ما فيش شك، وعليها عامل كبير، لكن الناس عليها دور كبير جدا. لو كل واحد اشتغل في المربع اللي هو قاعد فيه. يعني هديكي مثلا الموضوع اللي قلناه بتاع البوك كلاب، انت النهارده بتوسعي دايره ان الناس تقرا. كويس. كل واحد يعني كان في مره من غير قطع حديث سوري، كان في مره مشروع التاكسي اتعمل تقريبا وبعدين سكت خالص، مات بالسكته. اما مش عارفين راح فين، اختفى.
يعني يبقى. بس على فكره يعني من الحاجات الايجابيه اللي انا شفتها في الفتره اللي فاتت بعد نزول روايه جواري العشق بتاعتي موضوع نوادي الكتب ده. نوادي الكتب ده الحقيقه انا استضفت في كذا مكان واماكن كتير جدا فوق ما تتخيلي، مجموعه سيدات او مجموعه طلبه في مدارس او غيره عاملين نظام اللي هو، وده النظام ده معمول في كل الدنيا. بتقري الكتب ازاي اللي هتتناقش فيها؟ لا ما انا بروح يناقشوني، وفي نفس الوقت يعني في منضمه لواحد من البوك كلابز اني بقرا معاهم. الكتاب بيديكي فرصه 20 يوم شهر تقري كتاب، فده فعلا يعني اولا بيلزمك انك تقريه لان عاده بتبقي جايبه المؤلف تناقشيه، فالموضوع بيعمل حراك فكري كده. حاجه من الحاجات اللي شايفاها برضو لطيفه جدا محو اميه الافراد، وشايفه ان دي مبادرات ذاتيه مهمه جدا. يعني كل واحد عنده عندك شغاله في البيت، عندك سواق، عندك اي حاجه ما بيعرفش يقرا ويكتب. طبعا الحكومه برضو عليها عامل، ولكن ايه اللي يمنع ان انت تبادري بانك تعلميهم، انك تمدي ايد يعني، وبدل ما زي ما بيقولوا ما تعلميه بتديله سمكه علميه يصطاد. صحيح. فتنميه المهارات الذاتيه في المدارس وعند اولادك، ان في ناس بتشوف عند اولادها يعني مثلا بادره ان هو يطلع منه كاتب او فنان او غيره، يكبته يقول له لا والنبي معلش خش يا ابني ذاكر وشوف حالك وبتاع. ايه اللي انت بتعمله ده؟ روح ذاكر. ما تنمي ده عنده، ما تنمي مهارات الافراد دي بصفه ذاتيه. ما عندوش وقت، عنده هوم ورك. يعني في تجربه على فكره جميله قوي معموله في الزمالك، واكيد انت تعرفيها، هقولها بسرعه بس عشان الفاصل. الاسانسير طالع نازل طالعين فاصل طالعين فاصل. موضوع ان سيدات الزمالك بيعملوا زي بازار او حاجه في الجاردنز العامه او الحدائق العامه، ويعملوا الفلوس اللي تطلع من البازار ده بياخدوه يجددوا بيه الحدائق العامه، ما استنوش حكومه. بس التجربه دي انا حضرتها وحضرت الحفلات اللي بتعمل دي، حاجه ظريفه جدا، ودول مجموعه سيدات خايفين على شكل المنطقه اللي عايشين فيها. طبعا يعني لما بنحس ان الحكومه مش قادره تشيل لوحدها، معلش هنحط ايدنا بقى مع ايد الحكومه ونزقها. يعني طبعا. ما احنا شفنا اولادنا بعد الثوره لما نزلوا دهنوا الارصفه، يعني شعورا منهم بان البلد دي بقت بتاعتهم. فانا اولادي من الناس اللي نزلت وكنت سعيده بيهم جدا. جميل، شكلهم يفرح. بس بعد يومين بقى نزلوا لقوا الزباله ولقوا الارصفه باظت. ما جراش حاجه، ننزل نلم تاني، هيعيطوا شويه بس ننزل برضه. بس بوظوا بنطلونات جينز كتير في الموضوع ده. كنا هنشتري كل شويه. طب نشوف شويه اعلانات عشان نروح نشتري مناطيل وجواكت. اهلا بيكم معايا في نجوم اف ام. دكتوره رشا سمير لسه معايا وشكلها متفائل ودماغها متفائله، وعايزه اقول لك بما انك دكتوره اسنان فقولي لنا ادينا روشته كده، حاجه للحكومه حاجه للشعب، بدل ما نروح نجيب حكومه تانية وشعب تاني، بدل ما نستورد هو ارخص يعني في جمارك كمان. فاحنا برضو نقدر نشيل. قولي لنا اي حاجه اللي انت نفسك فيه. ايه اللي انا نفسي فيه؟ والله اولا عندنا مشكله وانا اتكلمنا فيها انا وانت في مقترحات القانون لازم يتفعل ويمشي على الكل. لما يتمسك حاله فساد ولا يتمسك حد بيعمل حاجه يعني لو ما هيتفعل هيمشي والله لو واحد اتعاقب الناس كلها هتمشي عادل. ده من ناحيه الحكومه. من ناحيه الشعب ارجو كل واحد يبقى رقيب على نفسه. انت الناس بتقف هناك في اي دوله في اوروبا والدول المتقدمه بتقف في الاشاره الساعه 12 و2 بالليل لما الاشاره حد يقول له اقف، لانه بقى ذاتيا عنده رقابه ذاتيه على نفسه. فده المطلوب ان يا جماعه فعلوا القانون. ما عشان القانون الاول اساسا خوف. هو انت خايفه لا تعملي فالخوف مشي بقى عاده بقى سلوك واختيار. انا دايما اقول ان موضوع ان احنا يعني نحسن او ننظف من تحت لفوق دي نظريه خاطئه. التحسن الطبيعي لازم يجي من فوق لتحت. احط واحد مظبوط على راس منظومه. لما بجيب رئيس مجلس اداره انا مش بتكلم على يعني فوق، انا بتكلم على في مؤسسات كده برضه. المؤسسات ما احنا كده برضه لا بس هم بيجوا على ناس محطوطين تحت مخللين بدماغ مخلله. يعني تاكدي ان المؤسسات اللي فيها فساد اللي على راس المنظومه ده بيبقى فاسد. يعني المؤسسات اللي فيها عك وفيها ناس ما بتشتغلش وفيها ناس نايمه وفيها ناس بتسرق مش لازم يبقى فاسد، ممكن يبقى شاري دماغه او نايم او بيستنفع او يعني البقاء لله اي حاجه. يعني احنا عندنا مشكله متهيألي ابديه اللي هي تنظيم الوقت، زي تنظيم الاسره، تنظيم الوقت وتنظيم الاسره. يعني بيروح في طب يعني خلينا نسال نفسنا احنا بنقضي وقت قد ايه على مواقع التواصل الاجتماعي؟ انا والله من يوم ما عملت اكونت على الفيسبوك وانا كتاباتي قلت جدا.
بقى اقول ايه قبل ما اكتب؟ طب انا هفتح كده بصه كده اطلع على الفيسبوك كده، ايدي تيجي اقعد لي ساعه ونص مضيعاهم في كلام فاضي بقى، بتردي على ناس وخناق، وده يقول لك وده يعيد لك. وبعدين لازم تترجي الوقت ده، ما هو عمر. بالظبط. ايه يا جماعه، وبعدين يا شباب، انت قلتي جمله جميله، انت قلتي الجيل ده كله هيقتب على 40. كل الجمل جميله يا ماما نجوى، بس دي بالذات يعني جيل كمان 20 سنه الجيل هيطلع بأتب. بالظبط، هيطلع بأتب وهيجي له تخلف يعني من القعده ومواقع، وعين الوقت اللي ضاع ده كان ممكن نعمل فيه حاجه جميله جدا يعني. يا خساره، يا خساره فعلا. ادي احنا الوقت سرقنا وما عنديش وقت. خلص الوقت. يعني كنت هقول بصوا بقى، انا هقول لكم حاجه. انا بشكر الدكتوره رشا سمير بسرعه بشكرك جدا جدا يا دكتوره، وبشكر كل اللي سمعوني وقعدوا معايا ونسوني في بيت العز. وبعدين في اغاني حلوه كتير لو سمعناها شويه، وسمعنا ماما نجوى شويه، وسمعنا الدكتوره رشا شويه، هنبقى ايجابيين والله. ممكن انا كمان اشكرك جدا على الحلقه اللي استمتعت بيها جدا، وعلى وجودي معاكي ومع جمهورك في بيت العز. يا رب دايما بيت العز. انا بشكركم، وهنسمع طوبه على طوبه، وهاتي بوسه بقى. يلا بوسه على الهواء. اشوفكم ان شاء الله، قصدي اسمعكم الاسبوع الجاي ان شاء الله.